منذ هذه اللحظة من هاي المباراة اللي هي أسوأ مباراة اللي بحياتي شفتها، تاريخ 25/4/2012 عندما بايرن ميونخ أقصى ريال مدريد من نصف نهائي دوري الأبطال. بايرن ما شاف أي راحة ضد ريال مدريد من وقتها واليومنا هذا. ريال مدريد حرق أشجار الأليانز أرينا وحرق أشجار أوروبا كلها على رأس بايرن ميونخ. أنا عقدة بايرن ميونخ. حاليا الوضع مختلف، حاليا بايرن ميونخ يعد واحد أو ممكن أفضل فريق بأوروبا. ريال مدريد متراجع مستواه، بس من تيجي للتوقعات أصعب فريق بأوروبا تتوقع مبارياته هو ريال مدريد. ليش؟ كل شيء يختلف بأوروبا ويا ريال مدريد. تلقى الفريق تعبان ممكن يصحصح لك ويفعل شخصية البطل وشخصية العفاريت ويفوز على بايرن ميونخ، ما أعرف. بس اليوم المهمة صعبة. أتوقع المباراة بيها 4 أهداف، يعني من الفريقين 4 أهداف وفوق. أتوقع المباراة راح تكون عنيفة هجوميا من الصفحتين. متفائل بريال مدريد، أتوقعها 2-2، وإذا مو 2-2 فوز ريال مدريد 3 أهداف مقابل هدفين.